حصل ايه يا شباب؟ طيب عشان كل يبقى مركز معايا، بسرعه. قلنا الكنيسه هنا على اسم القديسه مين؟ تمام. ودي كانت قصتها ايه؟ اللي هي وثنية واتعمدت بالظبط، واستشهدت على ايد ابوها. تمام. الكنيسه هنا اتبنت في القرن ما بين الثالث والرابع الميلادي، اواخر القرن الثالث اوائل القرن الرابع. طيب اول تجديد ليها لما اتهدت خالص واتجددت على ايد واحد من خلفاء الدوله الفاطميه. ده واحد من الوزراء بتوعه خد تصريح ان هو يجدد كنيسه ابو سرجه. فلما جدد الكنيسه عمل ايه؟ اتبقى منه شويه مواد بولس تكفي ان هي تعمل ايه؟ كنيسه تانيه. قام ايه؟ طبعا صعب عليه ان الكنيسه دي تفضل مهدوده. قام عمل ايه؟ بناها. جم ناس مش بتحب الوزير ده، قاموا عاملين ايه بقى؟ قاموا رايحين قايلين للخليفه. لما راحوا قالوا للخليفه ايه اللي حصل؟ اللي هو الحاكم بتاع البلد كان لا كان اللقب بتاعه ايه؟ كل المحتويات بتتجدد. خليفه يعني رئيس يعني حاكم. بس حلو. راحوا قاموا عاملين ايه؟ راحوا قالوا للخليفه ده كسر امرك وقام عامل ايه؟ انت مديله تصريح في كنيسه واحده، ازاي يبني ايه؟ كنيستين. طيب لما بنى الكنيستين قام عامل ايه؟ قال له انا هديك اقتراح ان انت تهد واحده من الكنيستين دول. طب ازاي بقى؟ فضل من التعب. شفتوا المسافه ما بين ايه؟ الكنيسه هنا وكنيسه ابو سرجه، صح؟ فضل يجري في المسافه دي من الحيره وان هو حيران انا هد انهي واحده فيهم. يقوم عامل ايه؟ تعب من التعب، تعب شديد، وقع ايه؟ مات. قام ايه اللي حصل لما مات؟ الخليفه عرف او الحاكم عرف، قام عامل ايه؟ ساب الكنيستين. قال له انا اديتك امر ان انت تبني كنيسه واحده، والتانيه دي لان ايه؟ لان انت مت عشان تختار ما بينهم. طيب وبالنسبه لفي حاجه صغيره، عارفين طبعا ايه؟ في جنبينا المعبد اليهودي، صح؟ المعبد اليهودي ده اصلا كان مكانه كنيسه، وكان باسم كنيسه الملاك ميخائيل. بس حصل لما جت في فتره والضرايب عليت على المسيحيين، اضطرت الكنيسه انها تبيع ايه؟ الارض دي. فمين اللي اشتراها؟ اليهود. اليهود لما اشتروها او بانين عليها ايه؟ المعبد ده. ده مكان زي الكنيسه وزيه زي الجامع، بس بيصلوا فيه اللي هم اليهود. يعني ولا ده ولا ده بالظبط، ولا مسيحي ولا مسلم. في ديانه ثالثه اللي هم اليهود، اللي هم تبع شريعه بالظبط اللي تبع شريعه موسى. تمام. وفي كنيستين برضو هنا في المكان في المنطقه برضو ما زرناهمش، اللي هي كنيسه ماري جرجس اللي فيها قبر المعلم ابراهيم الجوهري، والكنيسه الثانيه بتاعه العذراء قصريه الريحان. حد عارف ليه اتسمت بقصريه الريحان؟ لا، عشان كان حصل ان العائله المقدسه لما دخلت المنطقه دي كان في اساسا زراعه الريحان في المنطقه دي. فلما العائله المقدسه دخلت قصتها ان الريحان في وقتها نبت وريحته ايه؟ زادت. وكمان كانت الكنيسه هناك مشهوره بالاثار بتاعت الريحان، فسموها كنيسه العذراء قصريه الريحان. ده كده كنائس المنطقه باختصار، وايه؟ والمنطقه اللي احنا فيها كلها. حد عنده اي سؤال؟ الشباب اللي ورا حد عنده اي سؤال؟ معلش الحته بتاعت الريحان. خلاص. ريحان ده نبات.